السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة توجدوها تاع 5 في المول الاسطوري اللي هي تحلية بالفراولة، بما انه رانا في موسم الفراولة وراهي تتباع في الاسواق باسعار معقولة. ديزيديت نديرها لكم في هذا المول اللي كيما قلت لكم اللي راه طوندونس داير حالة، وكاع التحليات يجوا فيه باسكو علاش تاني ما يرفدش يعني كونتيتي كبيرة، يعني سورتو اللي ما يكونوش غاشي في الدار. هاد التحلية تجيكم خفيفة مشربة بزاف بنينة لسهراتكم رمضانية، سورتو في الليل هكا نحبوا حاجة باردة. بلا ما نطول عليكم، هنا وريت لكم القوام تاع الكيكة هذه كيفاش تجيكم كيما قلت لكم مشربة بزاف خفيفة. نبداو مباشرة في الوصفة تاعنا، بسم الله على بركة الله. أنا أول حاجة بديت بيها، خديت كمية من الفراولة قطعتها هكذا مكعبات صغيرة، راح نضيف عليها السكر ونخليها تطلق هذاك الجو ديالها كامل في السكر، يعني بلا ما نزيد لها حتى قطرة تاع الماء. بالنسبة للكمية اللي خديتها، أنا خديت حوالي 150 غرام هكذاك، ضفت عليها 2 مغارف كبار تاع السكر باسكو الفراولة تاعي هذه كانت شوية يعني قارصة، ما كانتش حلوة بزاف. نتوما ولا كانت حلوة ديروا مغرفة واحدة تاع السكر تكفي. فهذه الكمية يعني صغيرة، ولا ضاعفتوا الكمية راح نضاعفوا كمية السكر. نخلطها هكذا مليح السكر هذاك مع الفريزة ونخليها على جنب حتى وين تطلق كامل هذاك السكر يذوب ويطلق لو جو تاعها، تطلق هذيك الفريزة الجو تاعها. هنا جبت حبة بيض كبيرة اللي فيها 2 صفار كيما شفتوا، ولا كان عندكم بيض صغير ديروا 2 حبات. ضفت عليها نص كاس تاع السكر، يعني ماشي لاحق حتى للنص، ناقص شوية، ميم با نص كاس تاع السكر مع الباتاغون تاع الفراولة اللي ماشي ضروري تقدروا تستغناو عليه، تقدروا ديروا لافاني. تخلطت مليح الخليط ديالي حتى ولا لي هكذا اللون تاعو، شوفوا تبدل، يعني كان فونسي من بعد ولا في الكلير. دوكا رحت زدت هنايا كيما كتشوفوا ربع كاس تاع الزيت، ميم با نص، يعني نفس الكميه اللي درتها تاع السكر هي نفسها تاع الزيت ونفسها تاع الحليب. وهنا المقطع اللي ضفت فيه الحليب ما لقيتوش، ما قلتش نصور واقيلا. زيدوا نفس الكميه حليب، يعني ربع كاس تاع الزيت، ربع كاس تاع الحليب، وربع كاس تاع السكر. ولا ضعفتوا المقادير راح تضعفوا كلش. زدت عليهم كيس تاع خميره كيميائيه، والفرينه راح نبدا نحط بالتدريج. في الاول هنا عندي كاس، نفس الكاس اللي كيلنا به السكر والسوائل، عمرت كاس تاع فرينه ضفتو هكذاك. هنا كتشوفوا الخليط مازال سائل بزاف، زدت عمرت نص كاس ونبدا نحط غير بشويه حتى نتحصل على القوام هذا اللي راني حباتو. دوك نوري لكم كيفاش. هنا تقدروا تستعملوا الفوي ولا تخلطوا غير بيدكم، ماشي ضروري يعني الباتور. هذا هو القوام المطلوب، هذاك نص كاس ما ضفتوش كامل. دوكا هنا جبت هذا المول الاسطوري كما قلت لكم، غطيته هنايا بابي كويسون، ضروري يعني ديروه باش ما يلصقلكمش هذا الكيك في لو مول كي يطيب. كيما كنخدموا جينواز ولا كيك ولا حاجه هكذا، لازم نديروا هاد لو بابي. فرغت الخليط ديالي وكنت شعلت الفرن يسخن. دوكا نروح ندخلو للفرن يطيب هكذا. شوفوا سقمت كامل الخليط ديالي، درتو نيفو واحد باش ما تجينيش جهه عاليه على جهه. دوكا نديه الفور يطيب ونروح نوجد لا كريم شانتيي. هنا عندي كاس غربع تاع بودره شانتيي مع كاس غربع تاع الحليب. الا كانت عندكم كريم شانتيي يعني نوعيه مليحه، ديروا قد لا شانتيي قد الحليب، يعني نص كاس بنص كاس ولا كاس بكاس. ولا كان شفتوها ما تطلعش مليح، ديروا باغ اكزومبل كاس تاع لا بودر شانتيي مع نص كاس تاع الحليب، توجور تنقصوا الحليب الا كانت نوعيه عيانه. انا هاد نوعيه ما شاء الله شوفوا طلعت لي وثقيله وشاده روحها تري بيان. هكذا طلعتها. دوكا نخليها تكوتي حتى وين نخرج الكيك ديالي ويبرد. وهنا شوفوا هذيك الفريزه كيفاش طلقت هذاك لو جو تاعها، السكر هذاك داب ساعه على ساعه، خلطوها هكذا حتى وين يذوب كامل. هاو ديك الكيك ديالي بعد ما طاب، انا هنا واش ندير، نجي نديمو ليه ونخليه حتى وين يبرد باش نروح نكمل لا سويت. هنا شوفوا بعد ما برد انا واش حندير هنا الكيكه، يعني كيما كتشوفوا جات شويه خشينه يعني طالعه، حنقسمها اون دو، يعني هاد الكميه تقدر دير لكم زوج هكذايا في المول الاسطوري، قسمتها على زوج. دوكا راح نحط طبقه، ندي اون بارتي نحطها في المول، نعاود نرجعها في المول، والاخرى نحتفظ بها، سواء ندير كيما هي واحده اخرى ولا ندير بها ديسير واحد اخر. انا يعني هنا استعملت غير وحده. جبت هذيك الفراوله وكيما كتشوفوا راني نسقي نشرب في هذيك البسكويت تاعي بهذاك لو جو تاع الفراوله اللي طلقاتو. وكيما شفتوا درتها هكذا فوغي من الداخل بالفريزه وتجي بزاف بنينه.
سورتو كي شربناها بهذاك لو جو تاعها، ومن بعد نزيدو نكملو في الأخير نحطو لا كريم شونتيي اللي كنا طلعناها، نجيبو سباتول هكذا ونسقموها، يعني نديروها نيفو واحد، نليسيوها بيان. إلا كانت لا كريم تاعكم يعني ماشي شاده روحها بيان، حطوها في الثلاجة تشد روحها مليح، ومن بعد خرجوها كملوا لا سويت. أنا كيما شفتو يعني كانت جامدة مليح. ومن بعد الفريزة اللي قعدت لي قطعتها ودرت لا ديكوراسيون هادية، كل وحدة ديكوري كيما حبت. درت في لو تور هكذايا شويه مكسرات، ماشي لازم كيما قلت لكم لا ديكوراسيون كل وحده ديكوري واش حبت. وهذه هي التحليه تاعنا كيما شفتوا، سهله مهله، توجدوها في وقفه ما فيها والو، يعني غير هذاك لو بسكوي يطيب وطلعوا لا كريم شونتيه هذا مكان، وتجي بزاف خفيفه وبنينه، وما حاش تقعد لكم يعني تخلص في دقيقه، سورتو مع هاد لو مول يعني صغير ماشي ما يرفدش كميه كبيره. هنا قسمت لكم باش تشوفوا من الداخل اللي يجيكم شربه. وهنا لي مالغري ما خليتهاش قعدتها، ما دخلتهاش كاع للثلاجه، انا غير كملت على جال المونتاج وباش نصور ونكمل صافي قسمتها مباشره ما خليتهاش ريحت. مي ولا درتوها صباح وخليتوها ريحت حتى العشيه حتشرب وتجيكم بينه كتر وكتر. هذه هي الوصفه تاعنا اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، صحه فطوركم والسلام عليكم.